ليش مهما حاولت أغير من نفسي أفشل؟ أحضر دورات وأقرأ كتب وأسمع معلومات جميلة جدا وأحاول أغير من نفسي بعدها وأفشل، أو أتغير فترة مثلا وبعدها أرجع مثل ما كنت. وأحيانا أكون عارف تماما إن هذا الطبع اللي فيني غلط وهذا السلوك اللي أسويه سلوك سيء ولازم أتركه، عارف، لكن قد ما أحاول أتغير أفشل. ليش؟ نظرية المزرعة هي السبب. على سبيل المثال، ممكن تكون حاولت كثير انك تغير شريك حياتك، او حاولت تغير من ابنائك، او اي شخص يهمك في الحياة وفشلت. السبب يا صديقي المتابع انك ما استخدمت نظرية المزرعة، فلازم تستخدمها اذا بغيت تصنع التغيير في اي. تعبك في المذاكرة عبادة. ايوه زي ما انت سمعتني كده، تعبك في المذاكرة عبادة، ولسه في وقت حتى لو حاسس انك واقف مكانك. صحيح في ايام بتذاكر فيها وتقفل الكتاب وانت حاسس انك ما انجزتش اي حاجة، وساعتها بتحس ان غيرك سابق وان انت لسه واقف مكانك. بس خلي بالك ان ربنا عمره ما كان ضد السعي ولا بيكسر بخاطر اللي بيتعب ابدا. ربنا هو اللي قال بسم الله الرحمن الرحيم وقال ليس للانسان الا ما سعى. يعني ولا صفحة ولا مسألة ولا دقيقة تركيز واحدة ولا اي حاجة بتضيع. النتيجة مش دايما بتبان بسرعة بس بتتسجل. الفرق بين واحد ناجح ومش ناجح ولا هو ذكاء ولا هو مجهود ولا هو اي حاجه خالص. فرق ان ده مشي 10314 خطوه، ده مشي 10311 خطوه. امن بنفسه انه خطوه 3 خطوات في الاتجاه الصح طبعا. اوحش حاجه في الدنيا وبتقتل للاسف 99% من الناس يخترع حجه عشان ما يكملش. أفضل أوقات المذاكرة في رمضان: 1. بعد الفجر وقبل الشروق، ذهن صافي، تركيز عالي للمواد الصعبة. 2. بعد الفطار بساعتين ل3 ساعات، وقت مناسب للمراجعة وحل الأسئلة. 3. لو بتصحى بدري بعد السحور مباشرة، طاقة عالية وتركيز ممتاز. نصيحة مهمة: ما تذاكرش على معدة مليانة بعد الفطار أو قبل المغرب، إرهاق سريع. To be successful at anything, the truth is, you don't have to be special. You just have to be what most people aren't. Consistent, determined, and willing to work for it. No shortcuts. Purpose, determination, and discipline that it takes to be a champion in life. بتصحى تروح الدرس، ترجع تنام، تصحى على الفطار، صلاة التراويح، واليوم ده بيتكرر 30 مرة في رمضان، والنتيجة في الآخر لا ذاكرت ولا نمت والوقت جري منك. لأن أفضل وقت بتذاكر فيه مش هيخرج عن 3 أنظمة: إما إن حضرتك من الناس اللي بتحب تذاكر أثناء الصيام، أو أنت من الناس اللي بتحب تذاكر من بعد الفطار لغاية الفجر، أو أنت من الناس اللي بتحب تذاكر من بعد الفجر لغاية أذان الظهر. وابعد عن المذاكرة قبل الفطار بساعتين، علشان كلنا بنفكر في البط والمحشي. رمضان شهر خير وبركة، اللي بيكسب فيه اللي بينظم وقته صح. لا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله. فقط احمل هما واحدا: كيف ترضي الله. ما تستناش لما تبقى جاهز، ابدأ باللي معاك والله ما حد فرق. ما تقارنش بدايتك بنهاية غيرك، كلهم كان لهم بداية مش أحسن حاجة بس هم حاطينها في الأرقام. ما تعرفش حد خطتك، مش كل ما تشوف حد تروح تقول له أنت نفسك توصل لإيه ولا نفسك تعمل إيه. اوعى توافق على كل حاجة. اللي ملوش ملكة وإنه يقدر يقول لأ لأي حاجة بتضيع وقته، ده ملوش كلمة على مستقبله. اوعى تخاف من الرفض، أنت هتضيع على نفسك فرص كبيرة. أصل ليه ما تجربش؟ ممكن تظبط معاك. ما تفرضش وجودك على حد، كده كده البشر أيام. بطل تعيش دور المكتئب وأوفلاين والجو ده، إنه والله ما حد مهتم باكتئابك ولا حد مستني انك تقول. انت بس هتلاقي الدنيا كلها بتتحرك حواليك وانت الوحيد اللي ثابت مكانك. احيانا لازم تفهم ان مفيش حاجة بتوصلك للنقطة الاعلى في حياتك غير ان انت لازم تعدي بدرجات من المعاناة. بمعنى ان انت دايما لما بتبص على نجاح حد، انت بتبص على النجاح اللي بيلمع قدامك، بتبص على القصة اللي بتبرق قدامك، بتبص على القصة اللي انت كل شوية تشوفها تقول والله لا انا نفسي ابقى زي ده، انا نفسي يبقى جسمي عامل زي مش عارف مين، انا نفسي ابقى عندي فلوس زي فلان، انا نفسي ابقى مشهور زي علان. انت بتقعد تبص على النقطة الايجابية وفي نفس الوقت بتنسى النقط السلبية اللي عدت قدامك اساسا. ابرز النقط السلبية دي هو ان في كتير من العقبات والمشاكل والايام المكررة اللي الشخص ده بيعدي عليها اللي انت ما بتاخدش بالك منها اساسا. عارف انه صعب وعارف انك تعبت، بس صدقني انت تقدر تحقق اللي انت عايزه. بس انا راكمت كتير، بس انا باخد وقت طويل قوي في المذاكره وبسبب كده راكمت. درجاتي وحشه رغم اني بذاكر. انا مش عارفه اظبط نومي ولا انظم وقتي. انا بتوتر ومش بعرف اركز. انا مش بعرف اركز في المذاكره،
والله ولا غير المذاكره يعني. انا بتعب في المذاكره بس بنسى كتير قوي. كل اللي حواليا شايفين ان مش هقدر. وبرغم كل المشاكل والصعوبات والضغوطات اللي انا نفسي مريت بيها وقلت ان هي مش هتعدي، انا مستر احمد عاطف، تمريض واخصائي كواليتي. انا في الفرقه الثانيه في كليه. انا نانسي محمد، ثالثه طب بشري اسكندريه. انا دينا محمود، اخصائيه تغذيه علاجيه ورياضيين. انا مي جمال، ثانيه طب بشري جامعه طنطا. انا شمس السيد، طالبه طب بشري حاليا الفرقه الثانيه. انا فاطمه ندى، طالبه في سنه ثالثه كليه تمريض جامعه القاهره. انا دكتور ابراهيم صلاح، اخصائي العلاج الطبيعي واصابات الملاعب. اوعى تفكر ان حلمك مستحيل، اوعى تكون فاكر ان اللي وصل كان مثالي. احنا كنا زيكم بالظبط. فلازم تبقى عارف ان الوصول محتاج استمراريه مش مثاليه. وما تنساش كل المصيبين، ما تنساش 5 نصايح في رمضان هيفرقوا معاك جدا. 1. تذاكر في الساعة الذهبية بعد الفجر أو قبل المغرب. بعد الفطار تخليه للمراجعة أو حل التدريبات. النوم بدري لأن النوم المتلخبط بيخليك مرهق. قلل الأكل التقيل لأن الأكل التقيل خمول ونعاس وصداع. هدف محدد للشهر زي إنك تراجع المنهج أو تحل 500 سؤال.